السلام عليكم الإخوان ومرحبا بكم في قصة جديدة. قبل ما نبداو هاد القصة هذه كنبغي نترحم على كاع الناس اللي ماتوا في الزلزال، الله يرحمهم والله يرحم جميع المسلمين والله يصبر عائلتهم. نبداو القصة ديالنا. السلام عليكم، سميتي سعيد، عمري 33 سنة، خدام كسائق طاكسي وكنخدم بالليل ما كنخدمش بالصباح. واحد النهار كنت خدام وسايق الطاكسي ديالي شاد الطريق لمراكش، كتشي لي واحد المرأة لابسة الابيض وطلقة شعرها ورجليها ما كانوش كيبانو. زيد ديك المرأة وبقيت غادي بها، ما دواتش معايا ديك المرأة، كنقول لها ولا لا فين غادية ما كتقولش ليا فين غاديه. انا كندوز من واحد الطريق، الا بغيت ندوز لمراكش كندوز ديما واحد الطريق وديك الطريق مختصر، غير ديك الطريق شويه خايبه حيت خاويه ما فيها لا بنادم، ما كيدوزش فيها الحديد بزاف، ماشي بحال الطريق الرئيسيه. زيد ديك المراه وما كانتش كدوي معايا، قلت يمكن المراه يا اما ما كدويش يا اما ما بغاتش تدوي معاها. صافي هزيتها على بالي انا غادي لمراكش، صافي شديت الطريق ديالي، كتقول لي وقفني هنا، واخيرا المراه دوات. فاش دوات معايا قالت لي وقفني هنايا، صافي قلت ليها ماشي مشكل، قالت لي ما عنديش فلوس ما نقدرش نخلص، ولكن الا بغيتي تمشي معايا للدار نجيب لك الامانه ونعطيها لك بيديك، ديك الساعه تسير. انا ديك الساعه الاخوان كنت هزت تقريبا شي 40 دقيقه وما بغيتش ندي الجهد ديال 40 دقيقه نلوحو هباء منثورا. داكشي علاش مشيت معاها وبقينا غاديين في واحد الطريق، وديك الطريق كما قلت لكم طريق خايبه شويه، لا طيران يطير ولا وحش يسير، خاويه ديال بصح ما كاينش بنادم. صافي بديت غادي بديك المراه كنتمشاو بحال ما هكا، كنقول لها واش وصلنا لالا، كتقول لي لا مازال ما وصلناش، نقول لها واش وصلنا 30 دقيقه 40 دقيقه واخيرا وصلنا لواحد الخربه حاشا لله تقول عليها دار. قالت لي هي في الاول الدار ولكن انا بانت لي غير خربه هذيك. قالت لي اطلع معايا الا بغيتي نعطيك الفلوس ولا بقى هنايا تنزلو ونعطيهم لك بيدي. انا خفت ديك الساعات ندخل ديك الخربه وما تبقاش بانت ليا ولا شي حاجه، داكشي علاش تبعتها. صافي المراه مشيت معاها وما كانش الضو، كنت مضوي غير بالضو ديال التليفون، كنشوف مورايا كنشوف قدامي عاوتاني كنلقى المراه ما كتبانش ليا باقي، لبت عليها شحال وشحال وما كاع ما لقيتها. تصوروا معايا الاخوان، هذيك المراه اختفت بحال الجنون، ما عمرني شفت انا بحال داك النوع ديال البشر. وديك الساعات ضربات في راسي بلي هي ماشي بنادم عادي، انما هي يا اما جن يا اما شي حاجه اخرى. بديت كنقلب على البلاصه فين كاينه ديك المراه والو ما لقيتهاش. صافي است شي نص ساعه ولا ساعه وانا كنقلب وما لقيتهاش، كنعيط ولا لا ومولات البيض ولا لا ولا لا ولا لا، صافي ما بانش لي ديك المراه. بديت كنقلب على الباب باش نخرج، كيبان لي الباب مسدود، يلاه بغيت ندير يديا باش نحل الباب، كنسمع واحد الصوت مورايا. صحاب لك واش تدخل الحمام بحال الخروجو؟ فين غادي انت؟ هو راجلي، انت اللي غتعيش معايا حياتي كامله. وديك المراه ديك الساعات كانت الجلابه ديالها اللي كانت لابسه طالعه شويه، يعني رجليها كانوا كيبانوا. الغريب في الامر ان رجليها ما كانوش ديال بنادم. كنحاول نهرب من ديك المراه، رجليا فشلوا عليا. انا الاخوان ما كنتش كنصلي بزاف، كنت كنصلي غير مره يعني ما كنتش مداوم على الصلاه ديالي. وشوف الاخوان رحمه الله فين كاينه، بديت كنقرا في القران والحمد لله ديك المراه بدات كتغوت، بدات كترجع بالله. حليت الباب وخرج وانا كنقرا في القران. وصلت للطاكسي ديالي بعد عناء طويل، شديت الطاكسي وشديت الطريق النيشان لمراكش. دخلت للدار وبدات كتقول لي مراتي مالك كتنهج، قلت لها حتى الغد ليه ونعاود لك شنو كاين، دابا خليني الناس راه عيان وما قادرش ندوي مع حتى شي واحد. هذه كانت القصه ديالي، نتمنى انكم تحافظوا على الصلاه ديالكم، راه الصلاه شي حاجه ضروريه اللي غتنفعك في الدنيا وفي الاخره. كان معكم خوكم ياسين، قولوا لنا الاراء ديالكم حول هذه القصه، واش بغيتو نكملوا في هذا الكونسيبت ديال القصص، كنظن بلي عجبكم هذا الكونسيبت ديال القصص. وصلوا هذا الفيديو هذا ل 100 لايك، كتبوا لي 99 الا تفرجتوا في القصه من الاول حتى الاخر. كان معكم خوكم ياسين، تهلاو.